السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مارو الاهلاوي. والنهارده هنقول لك 3 اخبار مهمه جدا عن النادي الاهلي، وهنقول لك كمان قائمه النادي الاهلي لمباراه ايجل نور. اول خبر معانا ان في الفتره الاخيره دي انتشرت انباء كتيره قوي ان امام عاشور طلب من وكيل اعماله ادم وطني ان هو يشوف له عرض عشان يرحل عن النادي الأهلي، فيشوف له عرض في أوروبا أو في الخليج عشان يرحل عن النادي الأهلي. هذا الكلام أو هذا الأخبار حارية تماما من الصحة. إمام عاشور ما طلبش من الوكيل بتاعه آدم وطني إن هو يشوف له أي عروض، وإمام عاشور بنسبة كبيرة جدا هيكون مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، أو على الأقل تقدير أو على الأقل تقدير حتى يناير. إن النادي الأهلي هيفتقد إمكانيات إمام عاشور، أو هيفتقد إمام عاشور في مباراة السوبر المصري أو في مباراتين السوبر المصري، اللي هتكون أول مباراة يوم 6 نوفمبر مع سيراميكا، والمباراة التانية هتكون يوم 9 نوفمبر مع الفائز من بيراميدز ونادي الزمالك. طيب معنى كده إن إمام عاشور كمان مش هيكون موجود في المباريات الجاية دي كلها لغاية بعد نهاية السوبر. يعني إمام عاشور ممكن جدا يعود بعد السوبر او بعد ما يتلعب السوبر، فكل المباريات اللي هتكون قبل السوبر هيكون امام عاشور مش موجود فيه، اللي فيه منهم مباراتين مهمين جدا زي المباراة اللي انت هتلعبها يوم السبت القادم، او المباراتين اللي انت هتلعبهم في الدور الاول او الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا مع ايجل نوار البوروندي. طيب المباراة التانية واللي هي مباراة في الدوري مع واحد من الاتنين المنافسين ليك على الدوري في الوقت الحالي وهو نادي المصري، المباراة اللي هتكون يوم أيضا 2 نوفمبر، أيضا إمام عاشور هيكون غايب فيها. وطبعا إن أنت تفتقد إمكانيات أو قيمة إمام عاشور في المباريات دي، واحد من أهم اللعيبة عندك في النادي الأهلي في الفترة الحالية، ده أكيد خسارة كبيرة جدا للنادي الأهلي. لكن برضه في النهاية النادي الأهلي زي ما معودنا ان هو ما بيقفش على حد، والنادي الاهلي بمن حضر. طيب اما الخبر اللي بعد كده معانا ان النادي الاهلي هيفتقد هذا الثلاثي في مباراة ايجل نوار يوم السبت المقبل باذن الله في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. طيب مين هما الثلاثي؟ اشرف داري اللي بقى مصاب دايما، او اللي بقى بيتصاب اكتر ما بيلعب تقريبا اشرف داري. يعني انا بقيت بسمع ان اشرف داري مصاب اكتر ما بقيت بسمع ان اشرف داري في القائمه او جاهز ان هو يلعب. طيب الاتنين اللعيبه التانيين هم حسين الشحات وكمان كريم فؤاد. انما النادي الاهلي بيستعيد امكانيات او بيستعيد كل من هذا الثنائي لمباراه ايجل نور، وهم نيجي جراديشار وايضا محمد شكري الباك الشمال للنادي الاهلي. طيب تعالى دلوقتي بقى اعرفك قائمه النادي الاهلي لمباراه ايجل نور. بتضم كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحة، ياسين مرعي، عمر كمان عبد الواحد، بيكهام، بن رمضان، ياسر، وتريزيجيه وجريتيشار ومحمد شريف وعبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وبن شرقي وقفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وزيزو وطاهر ومحمد هاني وأحمد عبدين وكوكا ومحمد عبد الله. انا اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في قناه الفيسبوك وقناه اليوتيوب، وسلام.